سبايدر مان المصري الجزء الأول. شبكة العنكبوت في شوارع القاهرة. القصة دي مش من مارفل ولا اتكتبت في استوديو خارجي. القصة دي بدأت في بولاق الدكرور على سطح عمارة قديمة مهجورة. يوسف شاب عادي في سنة تانية كلية علوم، كان بيشتغل ديليفري عشان يساعد أبوه في مصاريف البيت. بس في يوم وهو راجع من شغل متأخر اتزحلق على سلالم محطة مترو السادات ووقع على وشه جنب صندوق غريب عليه علامة عنكبوت مضيئة. فتح الصندوق وخرج منه عنكبوت أسود حجمه غريب شفاف، عيونه بتنور، لدغه في إيده وساب وراه علامة شكلها مش طبيعي. ومن هنا بدأت الحكاية. تاني يوم يوسف صحي من النوم لقى نفسه متعلق في السقف، رجله فوق ووشه تحت، ومفيش حاجة مسكه غير خيوط سودة خارجة من صباعه. بدأ يسمع أصوات، الناس بتتخانق في الشارع، صرخات، ضرب، وكأن عنده رادار مصري بيقوله مين في خطر. بس كان في حاجة غريبة، كل ما يستخدم قوته بيسمع همسات من العنكبوت اللي لدغه. احكم السيطرة ولا أنا اللي هحكمك. قبل ما نكمل وندخل في أول معركة لسبايدر مان المصري، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اعمل لايك لو نفسك تشوف بطل خارق من عندنا، واشترك في القناة عشان باقي الحكاية مش هتتصدق، واكتب في الكومنت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لو بتحب ربنا خليك من اللي يكتبها. نكمل. يوسف قرر يستخدم قوته للخير، بس أول مرة نزل فيها الشارع بلبسه الجديد المصنوع من خيوط العنكبوت، اتشهرت صورته في 5 دقايق على الفيسبوك. راجل عنكبوت بيطير في إمبابة، والناس بدأت تسأله يا عم انت من مارفل ولا من سكان الدور الأخير؟ لكن اللي محدش يعرفه إن العنكبوت اللي لدغه ما كانش من عالم البشر ولا حتى من عالم الأبطال، ده من عالم تحت الأرض، مكان اسمه شبكة الأرواح، وكل بطل بياخد القوة بيدفع تمنها، والنهاية لسه ما جاتش. لكن في آخر مشهد يوسف بيبص في المراية يلاقي وشه بدأ يتغير، عينيه بتتحول لعيون عنكبوت، والصوت جوه دماغه بيقول إما تبقى سيد الشبكة أو تتغزل جواها للأبد. تحب تشوف الجزء الثاني، العنكبوت الأزرق من العتبة؟ اكتب في الكومنت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام علشان ربنا يبعد عنك أي عنكبوت مش طبيعي